بسم الله. احنا المرة اللي فاتت وقفنا ليه احنا اصلا محتاجين ان السيستم بتاعنا يكون ليه اركتكشر واضح، وليه مهم بالنسبة لنا ان احنا نكون فاهمين اصلا البيزنس اللي احنا شغالين عليه ايا كان الليفل بتاعي. يعني ما ينفعش اكون شغال على حاجة وانا مش فاهم البيزنس بتاعها، لان في الاخر احنا بنشتغل عشان نطلع حاجة تفيد البيزنس. النهاردة هنبص أول حاجة معانا في الاركتكشر هو اللاير اركتكشر. اللاير اركتكشر من أكتر اللايرز المستخدمة في أغلب السوفت ويرز. اللاير اركتكشر معانا في الأغلب هو ممكن يكون أكتر من لاير، بس هو في الغالب بيبقى عبارة عن 3 لاير. كل لاير بيبقى مسؤول عن فانكشن معينة. دي الفكرة الرئيسية. طبعا اللايرز ممكن عددهم يزيد ممكن عددهم يقل على حسب البروجكت، بس الفكرة الرئيسية زي ما قلنا إن كل لاير بيبقى مسؤول عن فانكشن معينة أو وظيفة معينة. اللاير بيكوميونيكيت مع اللاير اللي بعده عشان يعمل فانكشن هو محتاجها منه، وهكذا. زي ما احنا شايفين معانا في الصورة هنا كده، مثلا عندنا البرزنتيشن لاير، من اسمه هو اللاير المسؤول عن شكل البرزنتيشن، ازاي اللاي اوت بتاعنا هيظهر بالنسبة للاند يوزر. بعد كده عندنا لاير اللي هو البيزنس لوجيك، اللي مسؤول فيه الكود اللي مسؤول عن البيزنس وازاي البيزنس بتاعنا هيتنفذ. بعد كده بنكلم الداتا اكسس لاير مسؤول عن الكوميونيكيشن مع الداتابيس. اظن اغلب الناس تقريبا هتكون اتعاملت مع اللاير اركتكشر بطريقة ما او باخرى، سواء في مشاريع، سواء في توتوريال، سواء حد بيشرح. تمام تمام. حتى لو ما اشتغلتش عليه قبل كده أو اول مرة تشوفه، فهو كفكرة فكرة بسيطة، يعني مش معقدة. أنا بيبقى عندي كل لاير مسؤول عن حاجة بينفذها، ولو احتاج فانكشن من اللاير اللي بعده بيعمل له كول عشان اللاير ينفذ له الفانكشن اللي هو محتاجها. تمام تمام. طب ايه الحاجات اللي موجودة في اللاير اركتكشر ممكن تسبب مشاكل؟ اللاير اركتكشر ذات نفسه كفكرة هو ما بيحطش اي رولز، يعني ما فيش رولز اللاير اركتكشر بينفورس عليها. أنا بقول لك انت لازم عشان تستخدم اللاير اركتكشر لازم تعمل واحد اتنين تلاتة. هي بس الفكرة الرئيسية اللي انت المفروض كل لاير يبقى مسؤول عن حاجة، ده اللي يهم اللاير اركتكشر. غير كده الامبلمنتيشن هيحصل ازاي، الكول هيحصل ازاي. اللاير اركتكشر ما فيهوش قاعدة واضحة بتوضح ده. تمام تمام. فهو مش بينفورس رولز على اي حد بيستخدمه. فانت ممكن تلاقي حد مثلا بيستخدم البرزنتيشن لاير يروح يعمل كول للداتا اكسس لاير على طول. تمام تمام. هتقول لي لا احنا ما بنعملش كده. اقول لك ماشي، انت ممكن مثلا انت والتيم اللي شغال معاه متفقين على حاجة معينة وعاملين لها دوكيومنتيشن ان لازم مثلا البرزنتيشن لاير يكومينيكيت مع البيزنس لوجيك لاير، وبعد كده البيزنس لوجيك هو اللي يكومينيكيت مع الداتا اكسس لاير. انت كتيم كناس شغالين مع بعض متفقين مع بعض على كده. بس هل اللاير اركتكشر زي ما احنا قلنا بينفرس عليك الرول دي؟ لا. بمعنى ان ممكن حد مثلا شغال على بروجكت منه لنفسه يقرر اللي هو محتاج من البرزنتيشن ياكسس داتا اكسس لاير على طول. تمام تمام. طب هل ده صح في المطلق او هل ده غلط في المطلق؟ مش قوي. يعني ما نقدرش نقول ان دي حاجة غلط في المطلق، لان كل بروجكت بيختلف عن التاني، وهنرجع نتكلم على النقطة دي. فأول حاجة
قلنا اللير اركتكشر مش بينفورس عليك اي رولز خالص. هو في الاخر الفكرة الرئيسية اللي انت عندك كذا لاير، كل لاير هو مسؤول عن فانكشن معينة بينفذها، لكن الباقي بقى الشغل الباقي بيبقى بناء على التيم هيقرر يعمل implementation ازاي. فبيقول لك انت ممكن في ناس بتنفذ الرولز بس اللي، او حتى رولز النفسية بس اللير اركتكشر مش بينفورس عليك حاجة. طب ايه المشكلة في كده؟ المشكلة في نظرية او حاجة او فكرة. يقول لك مثلا لو انت ماشي ولقيت شباك مثلا ازاز كده، ورحت مثلا ماسك طوبة ورحت رامي كسر حاجة من الازاز، هيجي واحد بعدك هيروح شاف قطعة من الازاز مكسورة وهيروح ماسك طوبة ورمي مع الحاجة مكسورة. مشيت مثلا لقيت حيطة، رحت معاك قلم رحت ماسك رحت مشخبط على الحيطة، سيب القلم، مش هيعدي وقت كتير هتلاقي واحد جاي بعدك مسك نفس القلم وراح مشخبط على الحيطة. تمام تمام. فهي دي مشكلة إن اللير اركتكشر ملهوش رولز معينة، إنه مجرد ما حد يعمل حاجة مش هنقول غلط، بس مش هنقول مش أحسن حاجة بالنسبة للبروجكت اللي احنا شغالين عليه، عشان ما نقدرش نقول إنها غلط في المطلق. ممكن تلاقي واحد جاي بعد على طول شغال على ستوري أو شغال على تاسك، أول حاجة أشوفها مثلا اللي قبلي كان عامل الحاجة إزاي أو إيه اللي عمله، فيبدأ يشوف مثلا حد اشتغل قبلي عمل الطريقة كذا، راح مثلا من البرزنتيشن راح عمل كل داتا اكسس لير على طول، مع ان البروجكت ده مش افضل حاجة ممكن نعملها في البروجكت اللي احنا شغالين عليه، بس هيجي حد شغال في التاسك اللي بعده يروح عامل نفس الحاجة. هي بس محتاجة ان حد يبدأ يبدأ يعمل الحوار ده والحاجة تتنفذ وتطلع برودكشن، هتلاقي تاني واحد بعد كده جاي ينفذ نفس الحاجة وشغال على تاسك مختلفة، هشوف اللي قبله عاملها ازاي، والحكاية تبدأ تتكرر إلا لو التيم بقى قرر يقول لأ ده كده في حاجة غلط إحنا بنعملها فلازم نقف، نحاول نعمل ريفاكتور للي فات، نحاول نكتب دوكيومنتيشن بحيث إن الحاجات دي ما تتكررش تاني في أي تاسك مستقبلية. بس هل ده ممكن يحصل؟ على حسب التيم. تاني حاجة اللي هي الديبندنسي، إحنا بنلاقي عندنا البيزنس لاير، أو نقدر نقول البيزنس كلاس سيرفيس أيا كان هنسميها إيه، بتعتمد على الداتا اوبريشن كلاس، أو تمام تمام، أو الثيرد بارتي انتجريشن، أو لو عندك انتجريشن مع حاجة تانية. يعني انت هنا عندك مثلا presentation layer بيعتمد على البيزنس لوجيك layer، والبيزنس لوجيك layer بيعتمد على الداتا اكسس layer، فكده كل حاجة بطريقة ما بتعتمد على الداتا اكسس layer. هو كل حاجة بتبدأ من عند الداتا اكسس layer. طب هل فعلا يعني المشكلة الرئيسية ان البيزنس كلاس هي بتكول بشكل مباشر الداتا اوبريشن كلاس؟ يعني هل دي مشكلتنا الأكبر؟ يعني هل الأزمة في كده فعلا؟ تاني اللير اركتكشر ما حددلكش تعمل ايه، في والله ناس بتقولك، او ده الصح عموما، اللي احنا اهم حاجة عندنا اللي احنا السوفت وير بتاعنا في الاخر بيعمل موديل البيهيفير بتاع اليوزر. تمام، والبيهيفير بتاع اليوزر هو في الاخر هينتج عنه تغيير الستيت اللي احنا مسيفينها في الداتابيس. يعني انا في الاخر عندي البيزنس لاير ده هيبقى فيه لوجيك بيرن، اللوجيك ده هو اللي هينتج عنه في الاخر تغيير الداتابيس، مش العكس اللي المفروض يحصل. يعني انت عملت كل الاوبريشنز هنا، بدأت بتعريف الداتا اكسس لاير وحطيت كل الاوبريشنز اللي انت محتاجها، بس السؤال هل البيزنس لوجيك ممكن يكون محتاج كل الاوبريشنز اللي انت ضفتها في الداتا اكسس لاير؟ محدش يعرف. لان في الاخر مش الداتا اكسس لاير هو اللي هو اللي المفروض يتحكم في الاوبريشنز اللي هتحصل. مفروض البيزنس لوجيك هو اللي يبدأ يتحكم في نوع الاوبريشنز اللي الداتا اكسس لاير محتاجها. يعني انت ممكن واحد جاي له تاسك يبدأ يعمل ايه؟
يبدأ أول حاجة يروح يعرف الانتيتي في الداتا اكسس لاير، ويبدأ يعرف الاوبريشنز اللي هو محتاجها، مش اللي هو محتاجها، أي اوبريشنز تيجي في دماغه، ويقعد وقت ومجهود كبير. بس السؤال، هل فعلا انت محتاج الاوبريشنز دي؟ بتعمل انتجريت مع ثيرد بارتي. الثيرد بارتي مثلا في الدوكيومنتيشن بتاعهم في اوبريشنز كتير، ففي واحد ممكن يروح مثلا كاتب كل، يعني عامل كل الاندبندنس اللي موجودة في الثيرد بارتي انتجريشن. بس السؤال، هل انت برضو محتاجها؟ بتنتجريت مثلا مع مسج كيو، تبدأ بالداتا اكسس لاير، وتبدأ تضيف اوبريشنز كتير، تقول مثلا ممكن نحتاجها في المستقبل. بس السؤال برضو، هل انت محتاجها؟ هل البيزنس محتاجها؟ فهنا دي الفكرة الرئيسية اللي لازم كلنا نكون واخدين بالنا منها، اللي انت في الاخر البيزنس او السوفت وير بتاعك بيعمل موديل البيهيفير بتاع اليوزر اللي بيستخدم السيستم. البيهيفير ده هو اللي هينتج عنه تغيير الستيت اللي محفوظة، ولازما البيهيفير ده هو اللي يكون ليه ليد في ايه اللي احنا محتاجينه بالظبط، لانه في الاخر هو هو البيزنس، فهيتحكم. تمام.